السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احوال جيده يا رب. جبت لكم اليوم وصفه رمضانيه بامتياز. نبدو على بركه الله وصفات رمضان. هذه المملحات اللي على شكل مثلثات اللي يجوا قراف بنان ويجوا مشربين، يعني ماشي ناشفين، وبعجينه طريه قطنيه. البنات ساهله، ما فيها لا مكونات بزاف لا والو، وتجي ناجحه. قلت لكم توالم طاوله رمضان، ما عليكم غير تجربوها ولا تخبوها رمضان ان شاء الله. العجينه تجي طريه، والقوام تاع الحشوه تاني درت فيه مكونات اللي ما خلاوهش ينشف. ما عليكم غير تتبعوا لا فيديو الاخير باش تفهموا الوصفه وتستافدوا منها. نبداو على بركه الله في المقادير تاع الوصفه تاعنا. هنا اول حاجه عندنا كاس تاع الحليب يكون دافي، يعني ماشي بارد. حطيت الكاس تاع الحليب، نزيدوا عليه ربع كاس تاع الزيت. غادي نديروا كاع المكونات مع بعض، ما فيهاش قلت لكم حاجه صعيبه. ونزيدوا تاني مغرف صغيره تاع السكر حبيبات العادي. نزيدوا تاني مغرف صغيره تاع الخميره تاع الخبز، تاني نفس الشيء. ونخلطهم شويه بالفوي حتى هذيك الخميره تذوب لنا فيها داك الحليب مع السكر، غير كيما هكا. ونضيفوا الفرينه تاعنا كيما راكم تشوفوا كلشي مع بعض. نحطوا الفرينه تاعنا حتى اللي تنجمع لنا العجينه تاعنا. ونزيدوا هنايا الخميره كيميائيه البنات. نديروا تاني مغرف صغيره، ماشي كاع ساشي، غير مغرف صغيره. والملح غادي نخليه حدايا حتى اللي نبدا نجمع البديه تاع العجينه تاعي. غادي نخلط العجينه غير باليد تاعي اللي عندها البيتخه، ديال البيتخه. هنا القوام تاع العجينه ما نخلوش يتلاصق. هنا كي نشوفوها بدات تتلم شويه، نزيدوا تاني هذيك المغرف صغيره تاع الملح. كما شفتوني غير الملح اللي وخرته ما درتهش معاهم. ونبقاو نلموا في ديك العجينه تاعنا حتى اللي تتماسك لنا واحد شويه. هنا كي نشوفوها تلمت لي العجينه تاعي، يعني شويه تتماسك. هنا غادي نزيدوا مغرف صغيره تاع دهن، غير مغرف صغيره. هنا غادي تزيد تخلي ديك العجينه طريه، يعني حتى وناشفه تبقى القوام تاعها طري. ندخل هذيك المغرف تاع الدهان. هنا حطيت في سطح العمل، لميتها غايه حتى اللي ما توليش تتلاصق البنات، ما نخلوهاش تتلاصق حتى اللي تنشف لنا غايه. ونخلوها تخمر بجيه. هنا من جهه واحده اخرى جينا نحضروا الحشوه تاعنا. درت مغرف تاع الزيت، نزيدوا لها حبه تاع البصل اللي كنت رابيتها ولا قطعتها مرصويات صغار. غير شوفوا ديك البصله دبابلت واحد شويه. نزيدوا هنايا واحد 250 غرام ولا تاع دجاج مرحي تاع بولي اشي. ونزيدوا عليها التوابل اللي هما ملح والحرور وتوابل الدجاج، ونخلطهم مع بعض. ونخلوا الحشوه تاعنا حتى اللي تنشف لنا من الماء ويطيب لنا هذاك الدجاج. هذه تاني الحشوه نطيبوها ونخلوها بجيه. في هذوك الاثناء العجينه تاعي كانت ريحت، يعني ما خلوهاش تخمر بزاف البنات، واحد 20 دقيقه ربع ساعه وهي ارتاحت لنا. شوفوا الحجم تاعها ضعف شويه. انا هنا غادي نقسمها على زوج. شوفوا القوام تاع العجينه كيفاش راه قطني، راني نتحكم فيه كيما نبغي. قطعتها غير لزوج كريات البنات كيما راكم تشوفوا. نبداو نخدموا بالاولى والزوجه نوخروها بجيه. غادي نبدا نحلها بالورق كيما راكم تشوفوا على شكل مستطيل. دوك نفهمكم الفكره كيفاش. غادي نحل العجينه تاعي على شكل مستطيل. السمك تاعها تكون رقيقه شويه، ما تغلضوهاش البنات لانه غادي نبلعوها. هنايا بعد ما ورقتها مستطيل كما قلت لكم، هنا عاونت روحي بالبابي كويسون باش نجمو نرفدوها بسهوله، خاصه اللي تكون مبتدئه ولا تنغبن باش ترفدها. كيما ورقتها مستطيل ودرتها على البابي كويسون. هنا كنت مطيبه ديجا اون صوص طوماط عادي، صلصه طماطم اللي عندها الجاهزه دير الجاهزه نديروها من تحت. هذه صلصه الطماطم انا علاه نديرها في السوفلي في المملحات بالحشوه ما تجيناش ناشفه. كي نديروا الدجاج ولا فيوند هاشي وحده غادي ينشف لنا، لكن هذيك صلصه الطماطم غادي تخلينا الحشوه طريه. ونزيدوا تاني هذيك الكفته اللي شفتوني طيبتها وحطيتها بجيه. تاني نحطوا كميه مليحه فوق لاصوص طوماط بهذه الطريقه. كنت ضفت الكفته تاعي شويه تاع زيتون مقطع اختياري، يعني بغيتو ديروا بغيتو ما ديروش. وهنا نجيبوا شويه تاع فرماج قطعتها هكا شرائح شويه رقاق كيما راكم تشوفوا. مبغيتش نرابيه، انا نستخدم غير هذه النوعيه البنات، يعني اللي بغات دير كيفي هذه نوعيه الفرماج اللي خدمت بها. قطعتها غير هكا شرائح بلا لام تاع البطاطا ولا المهم بغيتو رابوه.
انا فضلت نديرها كيما هكا، ونحطو كميه مليحه فوق الكفته تاعي بهذه الطريقه كما شفتوني. هنا بعد ما عمرت الفرماج فوق الكفته، هنا نجيبو غير بهذاك الكعك. شوفوا كيفاش نكوفروها يعني كيما البيتزا كوفير ولا، ونبلعو عليها غير بهذه الطريقه. وهنا نضغطوا في الحواف بهذيك لاصوص طوماط وكلشي ما تخرج لناش بهذه الطريقه. شفتوا هنا البابي كويسون كيفاش يساعدنا، نبلعو عليها غايه في لي كوتي بهذه الطريقه. وهنايا غير بهذاك البابي غادي نرفدوها ونحطوها في الصينيه تاعنا. انا هنا عندي الصينيه مستطيله، على بها درت الحبه تاعي شويه طويله، عندي البلا تاني شويه طويل. انا هنا غادي نزيد نخدم الزوجه تاني غير حداها نحطها ونولي معاكم. هنا بعد ما خدمت الزوج العجينه تاعي، شوفوا الاولى كيفاش ضاعف الحجم تاعها، خاطش خليتها لو طون اللي خدمت الزوجه هذيك الاولى كتريح. وهنا نجيبوا صفر تاع البيض ندهنوه، نديروه مع شويه تاع حليب، وندهنوا كاع لي كوتي تاع العجينه تاعنا باش يتحمرونا غايه في الفوق، خاصه الحواف مع تحت يعني نكثروا لهم صفار البيض بهذه الطريقه. ندهنوا الزوجه تاني، شوفوا كي خليتها غير شويه باش خدمت الزوجه كيفاش الحجم تاعها ضعف. وهنايا غادي نزينهم بالسانوج، هذيك درت لها السانوج، وهذه اللي منها درت لها الجنجلان. هنا كيما بغيتو ديروا، اللي كان متوفر عندكم ديروا، تبغوا الزيتون تبغوا يعني نعطيتكم الفكره وانتوما بغيتو غيروا الحشوه بغيتو غيروا الديكور. المهم انا وريت لكم الفكره بالتقريب. هنا نجيبوا سكين وغادي نقطعها كيما قلت لكم مثلثات، يعني ما غاديش نقعدوا نطبعوا بالحبه ونديروا الصينيه الاولى والزوجه، كل شيء غادي ندير انا في بلا واحد. هذه الوصفه قلت لكم تساعد خاصه العاملات وكل شيء، راهي تسهل عليكم الخدمه. نقطعوا كاع العجينه تاعنا مثلثات بهذه الطريقه. غادي نزيد نقطع الزوجه بنفس الشكل، عادي نوصلوا الموس لتحت يعني ماشي مشكله. وهنا كنت درت الفرن تاعي يحمى من الفوق ومن تحت فونتيلي، وندخل العجينه تاعي اطيب لي حتى لي طيب من تحت وتتحمر من الفوق ونخرجها. هنا بعد ما طابت العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش جاو محمرين. هنا غير من الاضاءه راهم يبان لكم شويه من هي بيضين، هذا هو الحموريه. شوفوا كيف تحمروا غايه، طابوا من الفوق ومن تحت، والحشوه تاني طابت، والفرماج هذاك يعني داب. شوفوا القوام تاعها كيفاش طري البنات، والحشوه طايبه وماشي ناشفه. اهم حاجه ما نبغوش حاجه ناشفه، يعني مليحه في الذوق تاعها. شوفوا كيفاش خفيفه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعتمدوها في طاوله رمضان ان شاء الله. شوفوا كيفاش تجي اطريه البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي في التعليقات كيفاه خرجت لكم. هنا حباباتي وصلت نهايه لا فيديو، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتبارطاجوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء، وما تنسونيش باللايك والاشتراك اللي هي جديده، كيما قلت لكم وتبارطاجوا الوصفه مع حباباتكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، الى فيديو اخر وصفه اخرى من وصفات مطبخ وهرانيه. سلام.